وفعلا لو مشيت فعلا هخسر، فعلا هندم، ولا يمكن أكسب وأطلع أنا صح؟ حسابات كتيرة وأفكار كتير، بس بصراحة مبقتش عارف فين الصح، مبقتش عارف أنهي فكرة هي اللي صح، مبقتش عارف أنا ماشي صح ولا غلط، أو حتى اللي هعمله واللي بعمله دي الاختيارات الصح، ولا أنا لسه بختار غلط ومحتاج أتعلم أو أبعد. مش عارف. لما بنفكر في الحياة بنلاقي ان هي مليانة فرص وتحديات. في اوقات كتير بنواجه شكوك لما بنمر بطريق صعب، لكن الحقيقة ان مش دايما اللي بيخسر هو اللي بيمشي. بس لو خسرت وايه المشكلة؟ ايه اسوأ حاجة ممكن تحصل؟ انك تفشل، ان يحصل حاجة عكس توقعاتك، او حتى انك تزعل. تفتكر ده افضل ولا انك تعيش حياتك كلها خايف تهرب، خايف تواجه، او حتى خايف تغير الوضع اللي انت فيه؟ اذا كان علاقة مع شخص حبيته لكن شايف انكم ما ينفعش تكملوا، والعلاقة ما ينفعش تكمل وعارف انه ما ينفعش ليك، او حتى شغل انت عارف ومتأكد انه واخد من طاقتك وبدل ما بيرقيك لا هو بينزلك، بس خايف تسيبه خوفا من ضياع مسمى الاستقرار الوظيفي. تفتكر ده فخ في دماغك ولا دي فعلا حاجات حقيقية؟ لو عايز وجهة نظري فانت كده ما خسرتش الشغل، ما خسرتش الشخص اللي بتحبه، او حتى خسرت 10 سنين مع شخص هو كان صاحبك من زمان قوي. تفتكر ليه؟ خليني اقول لك ان كان في شخص اسمه عمر، عنده الثلاث حاجات دول. عنده الشخص اللي مش عايز يسيبه، عنده الشغل اللي خايف انه يسيبه، وعنده 10 السنين الصاحب اللي بقاله كتير قوي بس هو عارف انه بيأذيه ورغم كده مكمل. تفتكر مكمل ليه؟ طبيعي عشان هو شايف ان صاحبه ده جدع، وقت ما بيحتاجه بيلاقيه، بس هو بس في مشكلة صغيرة، هو بس بيأذيه. حتى البنت اللي هو مش متفاهم معاها هو مش عايز يسيبها علشان بيحبها، مع ان مفيش بينهم تفاهم، يعني مفيش بينهم خد ودي واتكلم معاك في حاجة ناولني التانية، ده مش موجود، بس هو بيحبها. فعمر قرر انه يكمل في الحاجات دي، يكمل في الشغل، يكمل مع صاحبه اللي بيأذيه، ويكمل مع البنت اللي بيحبها. وتمر السنين والسنين وصاحب عمر يسيبه، وبعد كده عمر يندم انه هو ما بعدش عنه الاول مع انه عارف انه بيأذيه، ولكن عمر يندم وصاحبه يسيبه، بس هو كمل من الخوف، خوف من انه ما يلاقيش صاحب تاني وقت ما يحتاج له يلاقيه، وخايف انه فعلا ما يلاقيش صاحب افضل من اللي كان معاه. وفعلا بسبب ده صاحبه استمر في اذيته، وزي ما قلنا هو اللي سابه وعمر بقى من غير صحاب. طيب بعد فترة كبيرة من المحاولات ان عمر يثبت نفسه في الشغل ويوريهم ان قد ايه هو المفروض يتحط في مكانة احسن، ولكن للأسف زي ما قلنا عمر ما ترقاش، وده أثر عليه جدا. بعد كده ابتدى ان هو يخش في حالة انطفاء ويشوف ان هو انا بشتغل وبعمل كل اللي عليا وبعمل اكتر من اللي عليا وبعمل حاجات المفروض ما اعملهاش، ايه اللي المفروض اعمله تاني؟ ومش معنى ان احنا قلنا عمر دخل في حالة انطفاء فاذا هو ما كانش بيعمل شغله على اكمل وجه، لا هو كان بيعمل اللي مطلوب منه واللي اي موظف تاني بيعمله، ولكن هو كان بيعمل اكتر من اللي مطلوب منه. فلما بقى ما بيعملش الحاجات اللي كان بيعملها في الاول فهو اذن قل في اللي كان بيعمله، ولما قل في اللي كان بيعمله فده مش عاجب المدير. انت كنت بتعمل لي 3 حاجات ليه خليتهم 2؟ مع ان ال2 دول هم اللي كانوا مطلوبين بس، ولكن ده ما عجبش المدير، واتكلم معاه المدير وقال له انت شغلك ما بقاش زي الاول، وللعلم انت لو شغلك ما رجعش زي الاول للاسف مش هتقدر تكمل معانا. وبعد ما عمر يسمع الكلام ده يرجع يفكر ويقول انا فعلا عملت كل اللي عليا وما اتكافئتش، ويجي كده ويقول خلاص انا هسيب الشغل ده عشان مش بيقدرني. يا راجل
لسه فاكر؟ المشكلة ان الكلام ده بعد سنين. بس يلا ملحوقة. نيجي بقى لحبيبة القلب. طبعا زي ما احنا متوقعين ان هي سابته وراحت اتجوزت واحد تاني وطلعته هو الوحش في الاخر، وبعد كده عاشت حياتها هي افضل، وهو قعد ندمان ان هو ما سابهاش من الاول، وقعد يقول ما انا لو كنت مع حد تاني كان زماني بقيت في حاجة تاني. لكن لا، مش ده اللي حصل. في الواقع ان هما اتجوزوا عادي وحبوا بعض اكتر وجابوا ولاد وبنات وقدروا يوصلوا لمنطقة مشتركة يتفاهموا فيها. للأسف القصة ما طلعتش مأساوية زي ما كنت عايز، لكن ده برضو ما يمنعش انه خسر كتير، ومش معنى انه هو كسب في تجربة واحدة من تجاربه اذا هو كان صح. وما تنساش انه عانى عشان يوصل للمنطقة المشتركة دي، برغم انه هو كان ممكن ما يحاولش ده كله علشان يتفهموا، انه كان ممكن فعلا يعرف شخص هو بيفهمه حتى من غير ما يحاول. تعال بقى نفكر شوية وحط نفسك مكان الشخص ده في الموقف بتاعته. تفتكر كنت هتكمل ولا تنسحب؟ هتكابر وتحاول في الحاجات اللي موجودة في حياتك، ولا هتحاول تدور على بدايل وفرص افضل من اللي موجودة في حياتك، تحاول تصلح وتتغير وتتأقلم على وضع مش عاجبك؟ طب ليه ده كله من الاساس؟ تفتكر ان الموضوع يستاهل انك تحاول عشانه او حتى تمشي له خطوة واحدة؟ وهل لو حاولت هل محاولتك هتفلح؟ يعني هتقف كده في الاخر تقول انا كنت صح وكلهم كانوا غلط وهتنجح فعلا، ولا مش هتوصل اللي انت كنت عايزه؟ ايه رأيك؟ هتكمل ولا هتحاول تشوف اشخاص واماكن تانية هم فعلا شبهك ومناسبين ليك؟ مش جايزة تكون هتضيع فرصة كبيرة، وساعتها لو كنت استغليت الفرصة دي كنت هتحول مسار حياتك، كنت هتوصل للي انت عايزه؟ ولا هتختار انك تكمل في نفس المكان يمكن تقدر تنجح فيه؟ وهل فعلا المكان او الشخص اللي هتسيبه هو فعلا خسارة، ولا اي حاجة ممكن نقول عليها خسارة عشان بس هي ما بقتش في حياتنا، برغم ان ممكن يكون جدا فرص كتير مستنيانا، بس للأسف مش واخدين بالنا منها بسبب ان احنا مركزين بس على اللي احنا شايفينه قدامنا دلوقتي. تفتكر من الصح انك تكمل، ولا انك تدور على فرص جديدة ومكان فعلا يشبهك ويخليك تقدر تطلع الحلو اللي جواك؟ هتعمل ايه؟ هسيب لك انت الاجابة دي تكتبها تحت في الكومنتات. وبس كده تكون خلصت حلقتنا. مش محتاج اقول لك لو الفيديو عجبك ما تنساش تعمل سبسكرايب علشان يوصلك كل جديد، وتضغط على زر اللايك لان ده بيدعمنا وبيشجعنا جدا. سلام.